بتبدأ حكايتنا من خلال راما اللي بنشوفه بيصلي في أوضة نومه، وبنشوف مراته بتكون نايمة، وبعد الصلاة بنشوف راما بيتمرن، وبعدها بنلاقيه بيلبس هدوم الشغل وبنعرف انه ضابط شرطة. بيسلم راما على مراته من قبل ما يروح الشغل، وبنعرف انه مراته حامل. من ناحية تانية بنشوف عربية شرطة كبيرة بتتحرك في عز الشتاء، وبنشوف مجموعة من رجال الشرطة في العربية، ورئيس الوحدة بيعرفهم ان الهدف اللي طالعين المهمة علشانه اسمه تاما، وهو مجرم خطير، وكل تجار المخدرات والعصابات والأسلحة بيعتبروه إله. وبنعرف من رئيس الوحدة إن المبنى بتاع تاما هو منطقة محظورة على رجال الشرطة، والتاما بيأجر الأرض اللي في المبنى للمجرمين الهاربين من الشرطة. وبنعرف إن مهمة رجال الشرطة هم إنهم يدخلوا ويخرجوا من المبنى ومعاهم تاما. بنعرف كمان من رئيس الوحدة إنه تاما عنده مصنع سري في المبنى لتصنيع المخدرات، وعنده 2 من المساعدين بتوعه، واحد اسمه الكلب المسعور وده العضلات، والتاني اسمه أندي وده العقل المدبر لكل أعمال تاما. من ناحية تانية بنروح لتاما في المبنى، وبنشوف على يمينه وشماله الكلب المسعور وأندي. فبنشوف تاما بيخلص أكله وبياخد مسدسه، وبنشوف قدامه 5 أشخاص مربوطين قدامه على الأرض، وبنلاقي تاما بيضرب منهم 4 بالمسدس، واخر واحد بيكون على حظه الطلق خلص. فبنشوف تاما رايح لدرج مكتبه علشان يجيب رصاص، فبيفتح الدرج وبنلاقي رصاص وشاكوش. فبنلاقي تاما بياخد الشاكوش وبيروح للشخص الخامس المربوط، وبنلاقيه بيضربه على راسه بالشاكوش. بنرجع تاني لعربية الشرطة، وبنشوف رئيس الوحدة بيعرف رجالته الخطة، وبتكون انهم هينضفوا ادوار المبنى دور دور. فبنشوفهم بيجهزوا وبيعمروا اسلحتهم، وبيطلب رئيس الوحدة منهم انهم بعد ما يخلصوا المهمة ويرجعوا ما يلاقوش كرسي في العربية وهم راجعين يكون فاضي، ويرجعوا كلهم كاملين. بعدها بنشوف الوحدة بتوصل لمكان قريب من المبنى، وبيكون مستنيهم ضابط برتبة ملازم. فبيعرف من جاكا ان الرجالة اللي معاه في المهمة مستجدين جداد في وحدة جاكا، فبيطلب الملازم من جاكا انه يخلي المستجدين الجداد في اخر الصف في الوحدة علشان المهمة اللي جايين علشانها صعبة وخطيرة. بتوصل الوحدة لسور قريب من المبنى اللي هيقتحموه، وبنشوف المبنى وبيكون كبير ومتكون من 14 دور. بنشوف جاكا بيقسم الوحدة لجزئين، جزء معاه هيدخل من الباب الرئيسي، وجزء تاني فيه المستجدين الجداد هيدخلوا من الباب الخلفي للمبنى. وبنلاقي الوحدتين بيتحركوا، واحدة بتتحرك للباب الخلفي والتانية بتتحرك للباب الرئيسي للمبنى. بيكون موجود أمن على المدخل الرئيسي. بنشوف الوحدة اللي دخلت من الباب الخلفي بتقتل الحراس علشان يأمنوا المكان، فبنلاقي الوحدتين بيتجمعوا تاني عند باب المبنى. بنلاقي واحد بيفتح الباب علشان يطلع المبنى، فبنشوف وحدة جاك بتقبض عليه، فبنعرف انه ساكن من السكان، ومراته تعبانة وهو جايب لها الدواء ولازم يطلع لها عشان هي لوحدها. وبنعرف انه ساكن في اوضه 726. بعدها بنشوف جاكا بيطلب من فرقته انهم يدخلوا المبنى ويقتحموه، وبيطلب من واحد من فرقته يخلي عينه على الساكن. فبنشوفهم بيطلعوا الادوار وبيقبضوا على كل المجرمين اللي بيلاقوهم. وبنلاقي الواحده بتوصل للدور الخامس، فبيلاقوا طفل خارج من الحمام على بعد امتار منهم، فبنشوفهم مصابين السلاح قصاد الطفل، وجاكا بينزل سلاحه وبيطلب الواحده تنزل سلاحها. اول ما الواحده بتنزل سلاحها بنشوف الطفل بيهرب من الباب اللي جنب منه، وبيكون في طفل تاني في الدور الاعلى واقف في اللحظه دي. بنشوف الملازم وهو بيضرب نار على الطفل الاولاني فبيموت، وبنشوف الطفل التاني بيعرف ان الشرطه موجوده في المكان، فبيطلع يجري منهم وبيدخل اوضته وبيدوس على زر التحذير. بنروح بعدها لتاما، فبنلاقيه واقف قدام شاشات المراقبه وبيعرف ان الشرطه موجوده في المبنى، فبيطلب من الكلب المسعور انه يقطع الاتصالات ويقفل الابواب. وبنشوف تاما بيكلم في التليفون ناس بيقول عليهم الجيران. بنروح للجيران فبنلاقيهم شابين من رجاله تاما وبيكونوا قناصه، وبنلاقيهم بيقتلوا جندين من الوحده. في نفس اللحظه بيكون في 2 من رجاله امن الوحده في اوضه في المبنى وقابضين على مجرم، فبنشوف واحد من الامن بيروح للشباك علشان يشوف ايه اللي حصل، فبنشوف القناصه بيقتلوه، وبنشوف زميله التاني رايح يشوفه، وبيلاقي المجرم اللي قابضين عليه بيطلع سكينه وبيضرب بيها راجل الامن التاني. بننتقل بعدها لعربيه الامن اللي واقفه بره في الشارع، وبنشوف 3 من رجاله تاما بتضرب نار على العربيه وبيدمروها، وبيقتلوا عساكر الامن اللي في كابينه السواقه. بنروح بعدها لتاما وبنلاقيه بيقطع النور عن المبنى كله، وبنشوف الساكن هرب من قوات الامن علشان يروح لمراته التعبانه. وبنشوف تاما بيتكلم في الميكروفون العام للمبنى وبيطلب من السكان انهم يتخلصوا من افراد الامن الموجودين في المبنى، وبيعرفهم انه مكانه في الدور السادس. بعدها بنشوف رجاله تاما بتضرب نار على وحده جاكا، فبنلاقي الاتنين بيشتبكوا مع بعض بالرصاص الحي. من بعيد بنسمع صوت مجرمين جايين علشان يشتبكوا مع الوحده، فبنلاقي جاكا بيطلب من رجالته انهم يدخلوا في الاوضه اللي جنب منه. اول ما بيدخلوا الاوضه وبيقفلوا الباب بنسمع صوت خبط المجرمين وبيكونوا عاوزين يدخلوا للوحده، فبنشوف الوحده بتشيل اي حاجه تقيله وبتحطها قصاد الباب علشان محدش يعرف يدخل لهم. وبنلاقي فرد امن من الوحده بيقرب من الشباك، فبنلاقي القناصه بتقتله. بعدها بنلاقي راما بياخد الفاس من زميله وبيكسر بيه ارضيه الشقه اللي بتكون من خشب، وبيكونوا بيفتحوا فتحه عشان ينزلوا للدور اللي تحت. في اللحظه دي بنشوف الواحده بينضرب عليها رصاص من المجرمين، فبنشوف جاكا بينزل من الفتحه وبيطلب من باقي الواحده انها تنزل وراه. اول ما جاكا بينزل من الفتحه بنشوف شويه مجرمين اتلموا حواليه، فبتنزل افراد الواحده من الفتحه وبيتعاملوا مع المجرمين اللي اتلموا على جاكا.
بعدها بتكون وحدة الأمن بتشتبك مع رجالة طما من كل الاتجاهات، فبنشوف أفراد الوحدة بتضرب نار على فتحة السقف علشان المجرمين كسروا الباب وعاوزين ينزلوا من الفتحة اللي عملها راما. وفي نفس اللحظة بنروح لغرفة المراقبة بتاعت تاما، وبنلاقي كاميرات المراقبة فقدت الإشارة، فبنشوف تاما بيطلب من الكلب المسعور وأندي إنهم ينزلوا لتحت ويسيطروا على الوضع. بعدها بيظهر مجموعة من المجرمين معاهم سيوف، وبنشوفهم بيقتلوا واحد بيتحرك قدامه. بنرجع تاني لراما وزمايله، فبنشوف راما بيكون مغمى عليه بسبب تأثير القنبلة وبيبدأ يفوق، فبنشوف اللي بيكون لسه عايش من الوحدة هم 5 أفراد بس، وبيكون فيهم فرد مصاب ومش قادر يتحرك، وبيكون في صوت حد بيقرب منهم، فده بيخلي راما يجيب ترابيزه ويحطها تحت فتحه السقف وبيشيل زميله المصاب وبيرفعه للدور اللي فوق، وزميله بيمدله ايده فبيطلع راما هو كمان، فبيكون اللي عايش منها جاكا والملازم واهايو وفرد امن كمان، وبيكونوا مستخبين في نهايه الطرقه. وعلى الناحيه التانية وعلى اول الطرقه بنشوف المجرمين بيظهروا، وبنشوف واحد منهم بيدخل الطرقه وبيفتش الاوضه اللي على شمال ويمين الطرقه، وبيكون بيقرب من جاكا واللي معاه، فبنشوف جاكا بيستعد وبيطلع سكينته وبيجهزها. من ناحية تانية بنشوف راما بيكون ساند زميله المصاب وبيوصله للدور السابع، وبيكون راما عاوز يروح لغرفة السكن اللي قبله تحت المبنى، ومرة واحدة بيظهر لراما مجموعة من المجرمين بالتتابع، وبيبدأ راما بيشتبك معاهم بالعصاية والسكينة. بس بعد ما راما بيخلص عليهم بيقوم زميله وبيتحرك، فبنشوف مجرم قاعد في اوضته وبيجهز مسدسه وبيحط فيه رصاصتين وبيفتح باب اوضته، فبيلاقي راما وزميله بيتحركوا، فبنشوف راما بيقدر ياخد من المجرم المسدس وبيضرب المجرم بطلقة في رقبته، وصوت الرصاص بيخلي المجرمين اللي عند جاكا يطلعوا لمكان صوت الرصاصة. بنرجع لراما بيلاقي المسدس اللي معاه في رصاصة واحدة كمان، فبنشوفه بيرمي المسدس وبيشيل زميله وبيتحرك لغرفة سكن الغرفة 726، وبنشوفه بيخبط على بابه علشان يساعدهم، فبنشوف مرات الساكن بتكون تعبانة وبتطلب من جوزها انه ما يفتحش الباب ويورطهم في المشاكل. على ناحية تانية بنشوف المجرمين وصلوا للدور السابع على اول الطرقة، وبنشوف الساكن بيفتح لهم الباب، واول ما بيقفل الباب بنشوف المجرمين بيظهروا على اول طرقة الساكن، وبنشوف المجرمين هيفتشوا كل الاوض اللي موجوده وهيبداوا من عند اوضه الساكن. بنرجع للساكن فبنشوفه بيخبي راما وزميله في ممر سري ورا الحيطه، وبنلاقي المجرمين دخلوا الاوضه وبيفتشوها، وبنلاقي واحد من المجرمين بيروح عند الحيطه اللي مستخبي وراها راما، فبنشوف المجرم بالسيف اللي معاه بيخرم الحيطه وبيكون بيقرب من راما وزميله، واخر ضربه من السيف بتصيب راما في وشه، فبيلاقي المجرمين مفيش حاجه وبياخدوا بعضهم وبيتحركوا، وبنشوف راما وزميله بيخرجوا من الممر، وبنلاقي راما بيحاول يعالج جرح زميله. بننتقل للاسانسير وبنشوف اندي بيخرج من جيبه سكينه وبيقتل بيها الاتنين اللي معاه في الاسانسير. بنروح لراما وبنلاقيه بيبص من الشباك، فبيلاقي المجرمين في الشارع بيزقوا عربيه الشرطه لبره وبيشيلوا افراد الوحده اللي ماتوا وبيحطوهم على جنب فوق بعض. وبنشوف راما بعدها بيقرر انه يسيب زميله مع الساكن وبيخرج عشان يطلب المساعده، فبنلاقي راما بيخرج من الاوضه على اطراف صوابعه علشان بيسمع صوت المجرمين في نفس الدور وجنب منه، ومرة واحدة وراما بيتحرك بيشوف واحد من المجرمين وبيطلع يجري وراه، وباقي المجرمين بيجروا ورا راما، فبنشوف راما بيرمي واحد منهم فبينزل على الدور اللي تحت ظهره مكسور، وبنشوف راما بيطلع للدور الثامن وبيحاول يوصل لباب خروج بس بيلاقيه مقفول، ومرة واحدة بيظهر له 4 من المجرمين ماسكين سيوف، فبنشوف راما مفيش حل تاني قدامه غير انه يشتبك معاهم لان هو ملهوش اي مخرج تاني، وبيكون وراه شباك، فبنشوف راما بيجري عليه وخدوا ورموا بعض من الشباك، فبنلاقيهم نزلوا في بلكونة حديد، وبنشوف رجالة طما بتضرب رصاص على راما، فبنشوف راما بيكسر شباك الأوضة اللي جنب منه وبيدخل يهرب منها، وبنشوف راما بسبب انه وقع من الدور الثامن بيكون ظهره بيوجعه، فبنشوفه بيقلع السترة اللي لابسها. بنشوف راما بيخرج من الأوضة للطرقة وبيكون مش قادر يسلب طوله، وبنشوفه بيفكر في مراته الحامل فبيجي على نفسه وبيكمل، وهو بيتحرك مرة واحدة بنشوف أندي بيشد راما من الطرقة وبيدخله في مكان بعيد عن الكاميرات، وبنلاقي أندي بيسأل راما بيقول له انت بتعمل ايه هنا. على الناحية التانية بنشوف جاكا بينفعل وبيكون هيضرب الملازم وهايو عشان جاكا عاوز يطلع ينقذ الرجالة بتاعته، بس وهايو بيرفض عشان هو حاسس انهم ماتوا وهم هيطلعوا يدوروا على جثث ميته، فبيتحرك جاكا والملازم وهايو وراجل الامن التالت اللي معاهم ولسه بيخرجوا من الاوضه اللي مستخبيين فيها، فبنشوف الكلب السعران بيضربهم لوحده، فبنلاقي جاكا بيهجم عليه وبيرميه في الارض، وبنلاقي كلب السعران طلع مسدس وبيوجهه ناحيه جاكا، وبنشوف جاكا بيطلع سكينه وبيوجهها ناحيه الكلب السعران. بعدها بنشوف رجاله الكلب السعران، فبنشوف الملازم وهايو بيطلع يجري وبنشوف رجاله الكلب السعران بتجري وراه، وبنشوف عاوز يقتل جاكا بس عن طريق القتال، وبنشوفهم بيقاتلوا بعض، وفي نهايه القتال بنشوف الكلب السعران بيكسر رقبه جاكا. من ناحيه تانية بنعرف ان اندي يبقى اخو راما، واندي بيكون رافض يرجع البيت مع راما، وبنشوف اندي بيطلب من راما انه يخرج لما المنطقه تكون هاديه. بعدها بنشوف اندي راح يركب الاسانسير وبيلاقي الكلب السعران بيشد جاكا اللي بيكون ميت وعاوز يطلعه للزعيم طاما،
ومن بعيد بيكون راما بيراقبهم وبيشوف جاكا وهو ميت والكلب السعران بيجره على الارض. بنروح بعدها مع راما للدور الرابع وبيكون بيتحرك وسط توتر، ومره واحده بيلاقي باب جنب منه اتفتح وبيكون فرد الامن التالت اللي كان مع جاكا. بيدخل راما وبيلاقي الملازم اوهايو وبيعرف راما انه شاف جاكا وهو ميت وبيطمنه على زمايله اللي سابهم عند الساكن. بعدها بنشوف راما عاوز يخرج من المبنى، والطريقه الوحيده هي انه يوصل للزعيم طاما ويقبض عليه وهو اللي هيخليهم يخرجوا بامان من المبنى. فبنعرف من الملازم اوهايو ان طاما قاعد في الدور 15 وبيتحكم في كل حاجه من هناك، بس الوصول ليه صعب. بنروح بعدها لطاما وبنلاقي الكلب السعران بيرمي جاكا تحت رجليه، فبنشوف طاما بيشاور الكلب السعران، فبنلاقيه بيضرب اندي من رجليه، وبنلاقي طاما بيحط السكينه في ايد اندي ويوري له فيديو على شاشه وهو بيشد راما وبيخبيه. من ناحيه تانية بنشوف راما والملازم اوهايو وفرد الامن التالت دخلوا المصنع تصنيع المخدرات بتاع طاما واشتبكوا مع كل رجالته في المكان وضربوهم. فبنشوفهم بيتحركوا علشان يوصلوا لطاما، فبنشوف راما وهو بيتحرك بيبص قدامه فبيلاقي اوضه وفيها بنشوف الكلب السعران بيضرب اندي وربطه بسلسله ومعلقه في السقف. فبنشوف راما بيدخل للكلب السعران وبنلاقي راما بيفك السلسله اللي اندي مربوط بيها، وبنشوف الكلب السعران عاوز يقتلهم هما الاتنين وهو لوحده وبيبدا القتال. بننتقل للملازم اوهايو وفرد الامن التالت، فبنلاقيهم في الدور اللي فيه طاما وبيطلع عليهم واحد من رجاله طاما معاه مسدس، فبنشوف الملازم اوهايو بياخد منه المسدس وبيقتله، وبنشوف الملازم اوهايو بيدخل للمكان اللي فيه الزعيم طاما وبيرفع عليه المسدس، وبنشوف فرد الامن التالت بيربط الزعيم طاما، وبنشوف الملازم اوهايو بيضرب فرد الامن التالت بالنار وبيطلب من الزعيم طاما انه يخرج من المكان. بنرجع تاني لراما واندي والكلب السعران، فبنشوف الكلب السعران بيضرب فيهم وبنشوفه بيمسك راما من رقبته عشان عاوز يموته، بس بنلاقي اندي بياخد ازازه صغيره مكسوره وبيضرب بيها الكلب المسعور في رقبته، فبنلاقي الكلب المسعور بيدخل في مرحله جنون وبيضرب راما واندي لحد ما بنلاقي راما بيكسر للكلب المسعور دراعاته وظهره وبيمسك الازازه وبيذبح بيها رقبه الكلب المسعور. بعدها بنشوف راما واندي بيتحركوا علشان يوصلوا للزعيم طاما، فبنلاقي الملازم اوهايو نازل بيه وبيضرب نار على راما وبيعرفوا انه قتل فرد الامن التالت. بيعرف الملازم اوهايو من الزعيم طاما ان في ضابط بيشتغل مع طاما اسمه ريزا هو اللي بعت الملازم اوهايو للمبنى علشان يموته ويتخلص منه، وبنشوف طاما بيعرف اوهايو ان في الاحوال دي هيموت سواء في المبنى او خارج المبنى. فبنشوف اوهايو لما بيسمع اسم ريزا وكلام طاما بنلاقيه قتل طاما وجاي يقتل نفسه، بس المسدس بيكون فاضي من الرصاص. بنسمع بعدها اندي بيطلب من كل السكان انهم يرجعوا لاوضهم عشان الموضوع اتحل وانتهى، وبنشوف اندي بيسلم راما دليل على كل ضابط فاسد اتعامل مع الزعيم طاما، وطاما كان عارف انهم في يوم ممكن يخونوه علشان كده كان معاه الدليل اللي باقي مع راما. من ناحية تانية بنشوف اندي قدام المبنى ومعاه راما والملازم اوهايو وفرد الامن اللي كان عند المساكن، وبنشوفهم هما بيتحركوا علشان يخرجوا من باب المبنى الرئيسي، وبنشوف راما رابط الملازم اوهايو من ايده علشان يسلمه وبيساعدهم في الخروج من المبنى. اندي بنشوف اندي بيقول لراما انه في العالم بتاعه يقدر ينقذه، بس راما في العالم بتاعه ما يقدرش ينقذ اندي. راما بيسأل اندي وقال له انت ليه عاوز تفضل موجود هنا في المكان؟ رد عليه اندي وقال له لنفس السبب اللي مخليك لابس لبس الشرطة، لان المكان ده مناسب معايا. فبنشوف بعدها اندي بيرجع تاني للمبنى، وبنشوف راما والملازم اوهايو وفرد الامن المصاب بيخرجوا من الباب الرئيسي للمبنى وبنلاقي الباب بيقفل وراهم.